أهلا بكم. الأجواء ماطرة اليوم بأغلب المناطق الشمالية للبلاد، وتتوقع مديرية الأرصاد بعد زوال اليوم نزول أمطار وزخات ستكون رعدية بكل من دكالة الشاوية بالغرب السايس، أيضا بالريف وبالأطلس، وبعض القطرات مطرية وأمطار ضعيفة متضررة باللوكوس، كذلك بسوس وبهضاب الفوسفات وبالسهول والسواحل شمال مدينة طنطان، وأيضا بشمال منطقة الشرق، وتساقطات ثلجية مرتقبة بقمم الأطلس الكبير. وخلال الليل تتواصل التساقطات المطرية بالسهول الشمالية والوسطى، كذلك بالواجهة المتوسطية بالريف وشمال منطقة الشرق بسوس والأطلس وبالسايس وبهضاب الفوسفات والماس، وتساقطات ثلجية متضاربة بقمم الريف وأيضا بالأطلسين الكبير والمتوسط. غدا صباحا ستنزل أمطار وزخات بالريف والغرب وبالواجهة المتوسطية وبالسهول الشمالية والوسطى، وبعض القطرات مطرية متفرقة محتملة بسوس وأيضا بشمال منطقة الشرق وبالسايس، وستتكون ما يعرف بالجريحة بالمرتفعات بمنطقة الشرق بالسايس وأيضا بالجنوب الشرقي وبالهضاب العليا الشرقية. بالنسبة لدرجات الحرارة فستصل بعد زوال اليوم إلى 5 درجات بإفران، 9 بوجدات، 13 بالرشيدية، 18 بورزازات، و 26 درجة متوقعة بمدينة القويرة. غدا خلال الصباح ستسجل درجتين بإفران، 7 بمكناس، 6 بفاس، 9 بالعاصمة الرباط وأيضا بالدار البيضاء، و6 درجات بعروس الشمال طنجة. يوم الخميس سيكون الطقس ماطر بالشمال والوسط، كذلك بالسوس بالأطلس بالريف، وتساقطات ثلجية متضاربة بقمم الأطلسين الكبير والمتوسط. يوم الجمعة أمطار متوقعة بالشمال والوسط، كذلك بالأطلس بالريف وبسوس، وتساقطات ثلجية مرتقبة بقمم الأطلس الكبير، ورياح قوية محتملة بالشمال والوسط وكذلك بالجنوب الشرقي للبلاد. نتعرف الآن على مواقيت طلوع وغروب الشمس ثم طلوع وأفول القمر بمدينة الدار البيضاء. وتتوقع مديرية الأرصاد أن تكون التساقطات عاصفية وقوية بجديدة والنواصر وبالرشيد اليوم إلى غاية 8 مساء، وتتواصل من 8 مساء إلى 7 من صباح يوم غد بتازة، مولاي يعقوب، تونانت، بمكناس، فاس، الحاجب، صفرو، إفران، خنيفرة، الخميسات، جديدة بآسفي، سيدي بن نور، سطات وبرشيد. بهذه نشرة الطقس دمتم في حفظ الله ورعايته.